بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان في جميع الأوقات. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المناسبة ديال المولد النبوي نحاول ما أمكن نبين في هذا اللقاء كيفاش المغاربة كيحتفلوا بالمولد النبوي وبعض المسائل اللي متعلقة بهذا الجانب من الجهة التاريخية ومن جهة ما يفعله الناس في هذا الاحتفال بالمولد. أولا، الاحتفال بالمولد النبوي اش كيدار فيه؟ يعني اش كيدار في المولد النبوي؟ علاش كيحتفلوا الناس؟ اش كيديروا الناس في هذا الاحتفال بالذات؟ لأن من تما كتبان الصورة باش نحكموا عليه واش هو جائز ولا غير جائز. الاحتفال بالمولد النبوي اللي داروه السادة العلماء في البلاد ديالنا المغرب الإسلامي، كيحتفلوا الناس بالولادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكيفرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيعظموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكتقرا السيرة ديالو في هذه الوقيته في العام، مثلا المدارس، المساجد، الدروس، الخطب، كله كيتكلموا الناس على الأخبار ديال النبي صلى الله عليه وسلم. يتحدثون لبعض المدارس، يعني العتيقة اللي فيها الطلبة غير يقرب يدخل هذا الشهر ديال الولادة ديال النبي، شهر ربيع الأول، مازال كاع ما دخل، كيحبسوا جميع الدروس اللي كيقراوها طيلة العام ويخصوا هذا الوقت للدراسة ديال السيرة النبوية، وكيقراو السيرة النبوية من كاع قبل ما يتولد النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة ديال العرب قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الولادة ديال النبي، ثم يعني الحالة ديال الناس في مكة، يعني في هذيك المرحلة قبل ما يتبعث النبي، ثم ملي يتبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار ديال البعثة والأخبار ديال الدعوة، الأخبار ديال الهجرة والأخبار ديال الغزوات، ثم الوفاة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء بعد النبي. هكذا كيدرسوا الناس السيرة النبوية. كل هذا الخير كيقراو الناس في المدارس وكيقراو منظومات كثيرة في هذا الجانب، من بينها العتيكية، منظومة العتيكية، منظومة قرة الأبصار، قصيدة بنات سعاد، كيقراو الشفاء ديال القاضي عياض المتوفى 544 هجرية، فيه المسائل ديال السيرة النبوية. ثم كذلك كيدرسوا البردة والهمزية وبعض القصائد ديال الشيخ النبهاني، ثم القصائد ديال سيدي الطاهر الإفراني، سيدي محمد، يعني سيدي الطاهر محمد الإفراني من السوسي، يعني ويقراو الناس هذا الخير، هذا الكم الهائل من المتون كيدرسوها في هذه المدة ديال يعني هذا الوقيته في العام اللي يكون يعني المولد النبوي قريب، كيبداو يدرسوا هذا الخير وكيختموا في هذيك الليله ديال الولاده ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيديروا واحد الاحتفال عام يتجمعوا فيه الناس ويتعاود يعني تقراوا الامدح النبويه والدروس حول السيره النبويه والصدقات والاكل والشرب والدعاء في النهايه، يدعوا لرؤوسهم، يدعوا للامه، يدعوا للسلطان ديالهم، يدعوا للبلاد ديالهم، يتشاركوا الناس الدعاء. هذا هو الاحتفال بالمولد النبوي. كيف يمكن اننا ناخذ هذا الخير ونسميوه بشي حاجه اخرى من غير نقولوا الله يقبل العمل؟ هذا هو اللي يليق بهذا العمل، هذا نقولوا الله يقبل العمل. يعني الناس ما نحرموا الناس من هذا الخير هذا. ثم الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب، أول واحد احتفل واخترع وبين للناس الاحتفال بالمولد النبوي هو واحد العالم من علماء المغرب اسمه أبو العباس العزفي السبتي، توفى 633 هجرية، من علماء سبتة، بل من الأمراء ديال سبتة.
كان عالما، وذلك في عهد أبي حفص عمر المرتضى الموحدي، في زمان الموحدين. هو أول واحد يعني اخترع هذا المولد، يحتفل الناس بالمولد. ما هو السبب؟ علاش؟ ماشي غير جا هكاك، وإنما هو عايش في سبتة، وسبتة قريبة للبلاد ديال النصارى، وسبتة فيها النصارى مخلطين مع المسلمين، والنصارى كيحتفلوا بالميلاد ديال عيسى عليه السلام في الدين ديالهم وبالطريقة ديالهم، وفيها كثير من المسائل المرفوضة، وكيحتفلوا معهم المسلمين كيحتفلوا مع المسيحيين في هذيك الوقيته، وكل حاجة كيديروها المسيحيين والنصارى حتى المسلمين يديروها معهم، ويهديوا لهم الهدايا في هذه الوقيته في العام، ويعني ويتشاركوا معهم ويحضروا معهم في الاحتفالات ديالهم. وغالب دوك الامور اللي كيديروا المسيحيه غالبا منفيه ومرفوضه في الشرع. وكيشوفوا العلماء هذا الوضع، الناس غاديين مع هذا الموجه هذه، والولاد ديال المسلمين يتعلموا هذه الامور هذه. شافوا قالوا الحل هو نجروا الامه المسلمين للدين ديالهم. ناظر ابو العباس العزفي السبتي اخترع الاحتفال بالمولد النبوي بهذا السبب، يعني باش الناس يرجعوا يتمسكوا بالدين ديالهم. الا بغاو غير الاحتفال، هو الاحتفال المشروع، خلي هذوك يحتفلوا بالشركيات ديالهم والمسائل ديالهم، والمسلمين يحتفلوا بالمحبه ديال النبي ديالهم، ويقراوا السيره ديالو، ويعني يفرحوا بولاده النبي ويعظموه وينصروه صلى الله عليه وسلم. هذا هو اول واحد دعا للاحتفال بالمولد النبوي في المغرب. قبل ذلك سبقوا الشيعة كيحتفلوا في المشرق بالمولد، سبقوا هذا العالم المغربي أبو العباس العزفي. فالاحتفال ديال الشيعة من بين الأهداف ديالو أنهم بغاو يحتفلوا بالولادة ديال النبي، باش يديروا بها الطريق يحتفلوا بالولادة ديال سيدنا علي، والولادة ديال سيدنا الحسين، والولادة ديال سيدنا الحسن. بغاو يديروا الطريق لهذا الجانب هذا، وهما كيدوروا على الحسن والحسين وعلي، ويخرجوا ذاك العقيده ديالهم والمذهب ديالهم وينشروه بهذه الطريقه هذه. هذا هو الهدف ديالو. ابو العباس العزفي في المغرب القصد ديالو هو انه يحيد المسلمين باش ما يحتفلوا مع النصارى في المسائل ديالهم اللي هي خارجه عن الطريق. والشيعة الهدف ديالهم هو يوصلوا بالمولد لواحد الامر اخر، وهو انهم يعظموا الحسن والحسين وعلي وكذا، ويدخلوا في العقيده ديالهم وينشروها. مختلفين في النيه، الشيعة نيتهم بوحدهم وهادو نيتهم بوحدهم. لان بعض الناس كيقولوا كسيدي راه الاحتفال بالمولد النبوي الاصل ديالو الشيعة اللي داروها، هما الاولين داروه وتبعتوهم. احنا ما تبعنا الشيعة. نعطيه مثال يشبه هذا باش نفهموا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي جا للمدينه المنوره لقى الناس كيصوموا، لقى اليهود كيصوموا يعني عاشوراء، يوم عاشوراء. سول النبي قال لي عليهم كيصوموا اليهود يصوموا يوم عاشوراء. قالوا ليه راه هذا النهار نجى فيه الله تعالى موسى وحنا نصوموه، فصامه موسى وحنا نصوموه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا اولى بموسى منكم، وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيصوم عاشوراء. واش غنقولوا صيام عاشوراء سبقوا ليه اليهود ما نتبعوهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم شرعه القصد ديال هذوك في الشكل، والقصد ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال الى عشت العام المقبل وبقيت العام الجاي غادي نزيد حتى نهار 9 ايام ونصوموا معهم باش نخالفوا مع اليهود. اذا الصيام ديال عاشوراء الاصل ديالو هكذا، ولكن ما غاديش نقولوا راه ما مزيانش نصوموا عاشوراء لان الاصل ديالو اليهود، لان مختلف الامر. هذا غير نموذج باش نحيدوا هذه الفكره بان الاصل ديال المولد راه الشيعه مات الشيعه وكذا، ثم ندخلوا الناس في الشكوك وندخلوا الناس في المتاهات. ثم هذا الاحتفال بالمولد النبوي يعني دخل السوس
منطقة سوس جازولة، هناك نص يعود لسنة 920 هجرية زمان السعديين، مذكور بأن الاحتفال بالمولد كاين. هذا النص ذكره الحسن الوزاني في كتابه وصف إفريقيا الجزء الأول صفحة 146. معنى كاين من هذيك الوقيته الناس يذكروا الاحتفال بالمولد النبوي 920 هجرية هنا في سوس. ثم انتشر الاحتفال بالمولد النبوي في سوس في الزوايا والمدارس بحال مدرسة تفروت المولود في إقليم يعني تبع التيزنيت. هذه المدرسة اشتهرت ملي تبنات في الأول، تشهرت بهذه القضية ديال تفروت المولود. علاش تسمت تفروت المولود؟ لأن هي أول مكان محتفلين فيه بالمولد النبوي في منطقة دولتيت. هذا الشيء في وسط القرن العاشر الهجري، وكان مستمر فيها الاحتفال إلى يومنا هذا. ذلك لأنها أول مكان أقيم فيه الاحتفال بذكرى المولد النبوي في دولتيت. هذه الأخبار ذكرها الشيخ بومهوت حفظه الله ما زال في الحياة في كتابه منار السعود أو السعود صفحة 277. يعني يذكر في هذه المسألة ديال أن تفروت المولود هي أول مكان تحتفل فيه بالمولد النبوي في دولتيت. وهذا الاحتفال بالمولد النبوي ظهر في مراكش سنة 691 هجرية. ثم واحد العالمة، واحد الصالحة كتسمى لاله عزيزة، يعني صالحة عالمة في منطقة شيشاوة، احتفلت بالمولد النبوي أواخر القرن الثامن الهجري. ثم ذكر بعض المؤرخين أن أول من احتفل بالمولد بجازولة هو ابن الوقاد، لكن يظهر أن هناك من سبقه. لكن ذكروا بأن بعض العلماء في التاريخ ذكروا بأن ابن الوقاد هذا العالم الكبير اللي كان في تارودنت هو أول من احتفل. ربما هو دار واحد الاحتفال خاص وجمع الناس في مجلسين وكاين مجالس السماع والمديح. هذا العالم توفى في 1001 هجرية. هذا ما يتعلق بالبداية ديال الاحتفال في سوس وبعض المسائل المتعلقة بهذا الجانب. ثم العلماء، كثير من العلماء أجازوا الاحتفال بالمولد النبوي، علماء كبار في الأمة، من بينهم ابن تيمية. هذا عالم كبير كيقتدي به الناس كثيرا، بالخاص في هذا الزمان، بالخاص المنكرين، الناس اللي كينكروا المولد النبوي كيقتدوا بابن تيمية يعني يجيبوا الكلام ديال ابن تيمية يعني فيما يتعلق بهذا المولد بأنه ما مزيان. لكن ابن تيمية براسو عنده كتاب سميته اقتضاء الصراط المستقيم، وبالضبط في الصفحة 297 قال فيه شي كلام نسمعوه. يقول: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا الكلام، هذا كلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. تعظيم المولد كيتخذوه بعض الناس موسم، كيديروا فيه الموسم، لهم فيه أجر عظيم، هكذا قال. وذلك لأن القصد ديالهم مزيان والتعظيم ديالهم النبي صلى الله عليه وسلم راه باين. ابن تيمية هذا في أماكن أخرى في كتب أخرى عد الاحتفال بالمولد بدعة. يعني هنا ذكر بأنه مزيان وفيه الأجر كثير وفيه كذا وفيه التعظيم وكذا، لكن في بعض الأماكن أخرى في كتب أخرى تحدث على أنه بدعة.
وبعض الناس اللي كينكروا المولد كيمشيو لهذاك الكلام ديالو اللي قال في اماكن اخرى في كتب اخرى وكيستدلوا بها وما كيذكروش هذا الكلام هذا. الا قالوا عليه بانه قال كذا حنا غنقولوا راه قال كذا. احنا غنقولوا فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما هذه الامور هذه كترجع لذاك الشيء اللي شافه ابن تيميه، يعني شاف الناس كيحتفلوا بهذه الطريقه هذه عندهم حسن قصد كيعظموا النبي صلى الله عليه وسلم لا باس فيه اجر عظيم، لكن شاف الناس اخرين كيحتفلوا بشي طريقه اخرى وكاين شي حاجه اللي هي مخالفه للدين تما قال بدعه. هذا هو الكلام اللي خص يتقال. الى نشوفوا الطريقه ديال الاحتفال الى فيها شي حاجه كتمس الدين نعم نوضوا ضدها نكروها، ولكن لا كاين غير الخير الدراسه ديال السيره النبويه كما قلنا ودراسه المتون وكذا والاجتماع على ذكر الله عز وجل والصدقات وتلاوه القران والدعاء، كيف يمكن ان نسمي ذلك بدعه؟ ثم واحد العدد ديال العلماء علماء الامه الكبار اجازوا الاحتفال بالمولد النبوي. نسمعوا البعض فيهم، هناك ازيد من 40 مؤلف 40 كتاب تكتب في المولد النبوي كلها من كبار العلماء. من بين هاد العلماء ابن حجر الهيثمي متوفى 909 هجرية، يستحسن على المولد، قال بأنه مزيان، بل عنده كتاب ألف واحد الكتاب في هذه القضية هذه سماه تحفة الأخبار في مولد مختار. الحافظ ابن كثير المتوفى في 774 هجرية له كتاب أو رسالة سماها المولد. ابن الجزري رحمه الله من العلماء الكبار عنده واحد المؤلف في هذا الموضوع سماه عرف التعريف بالمولد الشريف. ثم ابن الجوزي رحمه الله توفي في 597 هجرية، هذا له كتاب سماه مولد العروس، وهذا الكتاب بالذات شرحه الإمام النووي. الإمام النووي لعله من التلاميذ ديالو شرح هذا الكتاب في واحد الكتاب اخر سماه فتح الصمد العالي على فتح الصمد العالم على مولد أبي القاسم. ابن الجوزي النووي الشيخ شرف الدين النووي رحمه الله من الشيوخ ديال ابن مالك صاحب الألفية، من كبار السادة الشافعية علماء كبار. الإمام السيوطي رحمه الله المتوفى في 911 من كبار العلماء الأمة، ما خلاش يعني شي موضوع ولا شي فن مولف فيه الإمام السيوطي، راه جميع الفنون ألف فيها، التفسير، الحديث، مصطلح الحديث، الأصول، النحو، جميع الفنون إلا وكتلقى الكتب ديال السيوطي رحمه الله. ومن بين الكتب ديالو حسن أو المقصد في عمل المولد. الحافظ العراقي هذا حافظ كنسميوه الحافظ إلا الإنسان اللي حفظ أحاديث نبوية كثيرة جدا بالآلاف. هذا الحافظ العراقي توفي في 806 هجرية، له كتاب سماه المورد الهاني في المولد النبوي، هكذا المولد الهاني في المولد النبوي أو في مولد النبي. أبو شامة من العلماء الكبار توفي 665، هو من شيوخ الإمام النووي، أجاز الاحتفال بالمولد. المناوي رحمه الله توفي 1071 هجرية، له كتاب سماه مولد المناوي، من العلماء الكبار. السخاوي رحمه الله المتوفى 902 هجرية، له كتاب سماه العلوي في المولد النبوي، بحال شي عنوان بحال هكذا. ثم من بين السادة اللي ولفوا في هذا الجانب هذا
الإمام أو الحافظ ابن ناصر الدمشقي رحمه الله له كتاب سماه جامع الآثار في مولد المختار، في مولد النبي المختار أو شيء من هذا القبيل، جامع الآثار في مولد النبي المختار. ثم الشيخ ملا عمر القاري أيضا له كتاب سماه المولد الروي أو المولد الروي في المولد النبوي أو شيء من هذا القبيل، يعني عنوان كتاب للشيخ ملا عمر القاري. هذو علماء كبار من علماء الأمة مختلفين في مذاهب أخرى، في مذاهب مختلفة، ألفوا في المولد. ملي كيؤلف العالم في المولد معناه أنه يؤيده ويستحسنه وغيجيب الأدلة كثيرة. يعني اش غيقول في الكتاب يعني لابد يكون فيه كلام كثير فيما يتعلق بالمولد ومعلومات كثيرة جدا. خلاصة الكلام أنه لا يجوز نوصل لهذه الحالة أننا يطعن البعض في البعض. المولد النبوي واحد الموسم كيحتفلوا به بعض المسلمين، نخليهم. الإنسان عجبه يحتفل فبها ونعمت، فبها ونعمت. إلى ما عجبه شيء يخلي الناس اللي بغاو يحتفلوا. أما هذه الفتن لا تؤدي إلى ما تحمد عقباه، فيها غير التفرق والتشتت وزيادة البغض والكراهية. يعني الإنسان يحترم الآخرين. الناس كيحتفلوا بهذا المنطق وبهذا القصد وبهذه النية هذه، وأمامنا كمية كبيرة من العلماء الكبار أجازوا الاحتفال بالمولد، وكاين واحد الجانب آخر يعني منعوا الاحتفال بالمولد. إذن كتبقى مسألة اختلافية بين علماء الأمة، بين رواد الأمة، لا مشكلة في ذلك. الاختلاف لا بد يكون، ماشي منطقي أنه يطعن البعض في البعض، ليس منطقيا. إنسان يعرف اش كيقول، عجبه الاحتفال يحتفل وله أجر كما قال ابن تيمية، أجر عظيم. ما بغاش يحتفل هذا أمر توصل إليه بعلمه وباقتناعاته وقناعاته، نخليه لا بأس. لا يطعن البعض، لا يستدعي الأمر أن نصل إلى هذا الحد. صلى الله تعالى أن يرزقنا جميعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدينا جميعا إلى الطريق المستقيم، ويحفظنا وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.